شوف عماد، أنا قلت لك في السابق علينا أن نتجنب، شوف معي، علينا أن نتجنب التحليل بردة الفعل. نحن سوف نسقط في هذا المستنقع بعد وصول المغرب إلى النصف. تخيل بعد فوز الجزائر يا عماد بالتاج الإفريقي في 2019، قم بجولة عبر كامل البلاطوهات العربية، سوف تجد الجزائر كانت دائما حاضرة كمحور نقاش، والكل كان يتحدث عن الجزائر بطريقة مثلى ويقول لك الجزائريون والفيدرالية الجزائرية والسلطات الجزائرية والإعلام الجزائري والناخب الجزائري. كانت الجزائر في يعني بعد الفوز بالتاج الإفريقي كانت يعني موضع نقاش وتحليل العديد من البلاطوهات العربية والإعلام العربي، وكانت في القمة القمم كمثال حي يجب أن يقتدى به. اليوم نحن أيضا سوف نسقط في هذه ردة الفعل. يعني سوف نتحدث عن المغرب بوصوله إلى النصف، وسوف نحلل وفق هذه النتيجة وهذه الطفرة، وسوف نقول بأن المغرب فيه كذا وكذا والمغاربة قاموا بكذا وكذا. يا عماد، عندما يعود المغرب من الأراضي القطرية، وعندما يعود المغرب إلى القارة الإفريقية، سوف لن تشاهد ما شاهدته في الدوحة، سوف تشاهد مغرب آخر. سوف يعاني المغرب في التفوق على المنتخبات الإفريقية في أدغال إفريقيا. سوف لن يستطيع الركراكي أن يفوز ولا يسجل عليه في أدغال إفريقيا في 5 مباريات ب0 هدف. سوف يعاني الركراكي بتحضير زياش في الأراضي الإفريقية، وسوف لن يلعب زياش وحكيمي بنفس النهج وبنفس الجرينتا التي لعب بها في المونديال. تقصد أن المغرب ربما سيعاني أمام منتخب لا نتحدث عن المغرب كمغرب يا عماد. شوف، لا، بعد وصوله للنصف النهائي هل تعتقد أنه عند عودته لتصفية كأس إفريقيا مثلا هل سيعاني أمام منتخبات إفريقيا؟ سوف يعاني يا عماد، والأيام بيننا، ويعني احتفظ بهذا يعني في هذا المقطع من الفيديو، وسوف نعود بعد إذا كنا من الأحياء يعني طبعا سوف نعود وأحدثك على المغرب عندما يعود إلى أدغال إفريقيا. سوف لن يقدم ذلك المستوى الذي نشاهده في المونديال. عندما تحدث بالماضي يا عماد، عندما تحدث وقال في بلاطو فرنسي بأننا لو تأهلنا إلى كأس العالم سوف أطمح إلى الذهاب إلى النصف، الركراكي يعني جسد مقولة بالماضي بوصوله إلى صحيح النصف. تقنيين ومعنا تقنيين هنا في البلاطو يتحدثون عن يقولون يسهل عليك اللعب أمام منتخبات أوروبا في المونديال ويصعب عليك مواجهة. هذا هو الذي أردت أن أقوله. عندما تتبارى مع الأوروبيين في مونديال في ملاعب قمة وفي ظروف يعني كروية محضة، لا حكم منحاز ولا أرضية ملعب يعني منهارة ولا منتخب يغلق عليك كل المنافذ بطريقة غير رياضية، ولا حرارة ولا رطوبة، تستطيع أن تلعب وتؤدي مباراة وفق التكتيك الذي تراه ووفق النهج الذي تراه. وأيضا يعني اللاعب الإفريقي عندما يذهب إلى المونديال يكون في قمة التركيز ويعطي كل ما لديه، عكس ما عندما يذهب إلى أدغال إفريقيا وكأنك تبعث به إلى الجحيم. لذلك يا عماد لا يجب أن نتوقف عند صنيع المغرب ونقول بأن المغرب وصلت وأن المغاربة قاموا لا. عندما تعود المغرب إلى أرض الواقع اللي هي إفريقيا سوف نحكم على المغرب يعني.